لا مبالاة المواطن نلمسها في أحد مراكز الردم التقني الذي يستقبل يوميا أطنان النفايات، وللأسف الشديد مادة الخبز النبيلة جزء منها. لا عجب أن تحتل الجزائر المرتبة الأولى عالميا من حيث التبذير، فاستهانة المواطن بمادة الخبز وتبذيرها فالتخلص منها وبأبخس الطرق كلها ظواهر تستدعي منا التساؤل: إلى أين نحن متجهون؟ تقريبا يومين إلى 3 أيام يتم فرز حوالي 500 كيلوغرام ما بين يومين إلى 3 أيام، إضافة إلى الكميات التي تجلب من طرف مؤسسات إكسرات ومؤسسات نفط. ما بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2015 تم جمع 60 طنا من مادة الخبز، أي ما يقارب 240 ألف خبزة، ولكم أن تتصوروا قيمتها ماديا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.